جالي هدية لطيفة جدا 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 من زميلتنا دكتورة شيماء بديع، أخصائية تخاطب ومدرب طبعا معتمد. عملت مجموعة كده سميتها مجموعة المبتكر الصغير. شوية كتب صغيرين لطاف ظراف جدا. تعالوا يعني أوريكم شكل الهدية والكتب شكلها إيه وإيه تفاصيلها من جوه وبتشتغل على إيه مع الأطفال. أول كتاب في المجموعة اسمه مهارات ما قبل الأكاديمي. مش عارف طبعا الكتابة واضحة ولا مقلوبة بالنسبة لكم. آه، الكتاب تقريبا لو جينا نبص كده على شكله الخارجي طبعا آه، فيه سلك، تمام، ومتغلف. الكفر بتاعه كويس جدا. المهم تعالوا نفتح ده الكفر. اوكي، هنلاقي اول حاجة هنا في صفحة البداية هنلاقي طبعا شرح ازاي تشتغل، او ايه الخطوات اللي انت ممكن تتبعها وتنفذ الانشطة اللي جوه الكتاب او الكتيب. طبعا هنا مكتوب ان عدد الصفحات 104 صفحة. الجزء ده او الكتاب ده هنلاقي فيه يعني مجموعة كبيرة جدا جدا جدا. تقريبا كده نقدر نقول كل المجموعات الضمنية موجودة هنا في الكتاب ده. يعني ممكن نشتغل على فكرة التوصيل او الشطب، خلاص، او حتى المطابقة. طبعا في ممكن نقيم بيه حتى الاطفال من حيث المعرفه او الجزء المعرفي. طبعا هنا دكتوره شيماء كاتبه ان هو ممكن نستخدمه في زياده الحصيله اللغويه، التعرف على المجموعات الضمنيه، ممكن كل الاهداف دي نستخدمها معاه. الادراك البصري يعني عشان تدرك شكل او تطابقه بشكل اخر. مطابقه صوره بصوره مع عرض من ثلاث صور، يعني في ثلاث صور. وخلي بالكم ان الموضوع مدرج من او متقسم مجاميع كمان، مش بس مدرج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هنا مثلا لو جينا نبص هنلاقي حاجات مرتبطه ببعضها ورا بعض زي التلفزيون، هتلاقي وراه ثلاجه، مكوى كده مثلا. نقدر نقول الحاجات دي فين موجوده؟ في المنزل. ده تليفون، بوتاجاز، خلاص. دي مثلا اثاث او ادوات المنزل، خلاص. لو جينا نبص مثلا نتجه نبعد شويه هنلاقي ده حزام كده. تلاقي حاجات وراه لها علاقه باللبس، نضاره، مشط، اوكي، خلاص. ده هنا دخلنا مثلا على حاجات اساس منزلي. اللي فات كان ادوات كهربائيه وحاجات جوه المطبخ، خلاص. ده كنبه، ستاره، مشبك، سرير، اوكي. تعال نبعد شويه كده نلاقي مثلا هنا الحيوانات، اسد، دب، خلاص. انا بحاول اوريكم يعني مش مهم انا اطلع قوي. دب، اوكي. نقلب شويه، جمل، زرافه. خلي بالكم هنلاقي الصوره هنا الزرافه، تلاقي زرافه، اسد، حمار. فبالتالي ممكن نخلي الطفل يختار او يوصل او يشطب حتى على الشكلين المتشابهين، او حتى ممكن نقيم قدرات الطفل من خلال الصور او الكروت او الكارتس او الفلاش الموجوده دي. هنا مثلا في الاخر كده مواصلات، هنلاقي في الاخر مثلا هنا بعد هنا قطار، سياره، موتوسيكل. هنا بقى مثلا نلاقي ميكانيكي، مدرسه، مهني يعني، دكتور، جزار، سباك، نجار. هنلاقي المهن. فبالتالي الكتاب انا شايف ان هو ظريف، لطيف، خفيف وزنا. ممكن يبقى ممكن نستخدمه كاخصائي وممكن اي ام تقدر تستخدمه. ده بالنسبه للكتاب الاول اللي هو اسمه مهارات ما قبل الاكاديمي. بمعنى ان الكتاب وظيفته تزويد الطفل بالمهارات اللازمه قبل ما يبتدي يشتغل على الأكاديمي أو على فكرة القراءة والكتابة وتعلم اللغة العربية أو حتى الحساب وخلافه من الحاجات اللي بتهيئ الطفل عشان تخليه على أرض ثابتة عشان يقدر يستجيب معانا في فكرة الأكاديمي. الكتاب التاني اللي معانا في المجموعة بيسمى المستوى الثاني. هتلاقي مكتوب المستوى الثاني، التركيز والانتباه. يبقى من العنوان كده واضح ان الكتاب ده بيشتغل على فكرة التركيز والانتباه. تعالوا نشوف المحتوى. طبعا دكتورة شيماء قالت في الاول ان ده طبعا اول صفحة بتبقى الدليل الارشادي في كل الكتيبات او كل الكتب. هتلاقي بتقول اللي هنا عدد الصفحات 108 صفحة، من خلالهم بنتعلم تقريبا 108 مفردة او مفردة لغوية، او تقريبا هنا موجود 108 مفردة لغوية. طيب ايه الاهداف اللي ممكن نطلع منها من خلال الكتيب ده او الكتاب ده؟ طبعا الادراك البصري، خلاص، اول حاجه، والتمييز البصري. تالت حاجه المرونه في نقل التركيز والانتباه.
زيادة مدة ومدى الانتباه والتركيز. تعالوا نشوف ايه بقى الأنشطة اللي ممكن تدينا الحاجات اللي الدكتورة شيماء قالت عليها. طبعا الأنشطة عبارة عن ايه ببساطة؟ عبارة ان بيظهر لنا شكل في الأول، الشكل ده موجود منه أشكال مماثلة ليه، الأشكال دي محطوطة في وسط أشكال أخرى كتيرة. خلاص، وبعدين الأنشطة نبتدي من نشاط سهل وصولا إلى أنشطة صعبة. تعالوا ندي أو نشوف مثال. هنا مثلا لو جينا نبص، طبعا هنا مش الموضوع مش محتاج بقى ايه اتجاهات. لو جينا نبص هنا على الشكل ده تلفزيون. المفروض ان المعلمة او الاخصائية بتبدأ تطلب من الطفل، احنا هنا شايفين تلفزيون. طيب عشان اشتغل تمرين زي ده لازم يكون الطفل عارف التلفزيون وعارف التليفون اهو، وعارف المروحة وعارف الغسالة. يعني ما ينفعش يشتغل نشاط ده والطفل ما عندوش الحد ادنى من المعرفة اللي تخليه يميز الحاجات دي. اوكي، الا اذا كنت انت هتشتغل على التمييز البصري فقط، اللي هو ايه، هات لي اللي شبه دي، مش بتشتغل على فكرة التركيز والانتباه والذاكرة. خلاص، طيب يبقى المفروض ان الطفل لو انت هتشتغل على الادراك البصري او على فكرة المطابقة او المماثلة بالشكل، يبقى الشكل ده عايزين اللي شبهه فيبدأ يشطب عليه او يشاور عليه. اما لو اشتغل على فكرة التركيز والانتباه او نقل المرونة في الانتباه والتركيز، اسف، فهنلاقي الموضوع بيبتدي ان انت تبدأ فين؟ ده تلفزيون، المفروض ان احنا عايزين كل التلفزيونات اللي زيه، اما نعمل عليها دايرة او نشطب عليها بحيث الموضوع يعني يبقى فيه ايه. طبعا ده بياخد وقت او مدة، بنبدأ ندرك بصريا شكل ومكان التلفزيون من وسط الحاجات الاخرى، كمان شكله بنقدر نميزه. فطبعا ده بيزود، وكل ما يكون التمرين فيه صعوبة اكتر كل ما يعني بدي الطفل بديله انتباه وتركيز اكتر، وبياخد منه وقته اكتر في انه مدة انتباهه تزيد ويركز مدة اطول. لو جينا نبص هنلاقي الموضوع يعني تلاجة، مكوى، ماشي. نيجي بقى نخش ابعد شوية هنلاقي الموضوع بيصعب شوية، بيكبر. خلاص، نيجي نبص بقى نلاقي الموضوع اهو بيكبر ويصعب اكتر. نخش مثلا كده على اشكال هندسية. خلاص، اوكي، ده مربع، كل المربعات بنجيبها، نجمة، هلال، دي اشكال هندسية. طبعا هنا بقى نلاقي الحروف، وده بيبقى اصعب شوية لان بيحتاج تركيز اكتر. هنا مش عايزين اكتر من الطفل يشوف الشكل اللي شبه الشكل ده اللي هو العين. العين فين؟ كام عين؟ هنا هتلاقي عين غين، هتلاقي الموضوع مش بترتيب خالص، ولكن هتلاقي حرف العين مكرر في اكتر من مكان. المطلوب ان احنا نطلعه او نميزه ونمشي واحدة واحدة لحد ما نطلعهم كلهم، سواء هنعمل عليهم دايرة او نشطب عليهم. بعد كده هنلاقي الموضوع اصعب واصعب. شوفوا يا جماعة كده. طيب نيجي نبص، اصعب اكتر، وكل ما يكون العدد اكتر كل ما يكون اصعب. طيب يبقى الكتاب ده او المستوى الثاني او الكتاب الثاني بيشتغل على التركيز او الانتباه او نقل او عمل مرونة في نقل الانتباه والتركيز والادراك البصري والتمييز البصري للاشياء اللي موجودة للطفل. فكتاب طبعا لطيف جميل. الكتاب الثالث اللي معانا، الكتاب ده بيشتغل على تدريب الطفل على المفرد والجمع والمثنى، اعتقد التعرف على المفرد والمثنى والجمع. يبقى الكتاب ده هنعتبره كروت مجمعة لطيفة موجودة في كتيب او كتاب واحد بيشتغل على المفرد والمثنى والجمع. هنشوف، تعالوا نشوف شكلها عامل ازاي. طبعا ده لا يغني عن ان احنا نشتغل على بقية الانشطة اللي لها علاقة بالمفرد والمثنى والجمع، وطبعا دي حاجة ما تفوتش دكتورة شيماء قالت ده في الدليل الارشادي. قالت اهداف البرنامج تدريب الطفل مسبقا على المفردات، يعني لازم يكون الطفل عارف المفردة اللي هو يميزها اذا كانت مفرد ولا جمع ولا مثنى. تاني حاجة تدريب الطفل على المفرد والجمع من مفهوم الجمع اللي هو الكتير. بنبدأ ندرب الطفل مثلا على مجسمات، زي مثلا دي عربية واحدة ولو حطينا عربيات كتير فدول يبقوا عربيات كتير فيبقوا جمع. خلاص، تدريب الطفل على الصور المفرد والجمع، ممكن نستخدم طبعا هنا الكروت او الكتيب او الكتاب المفرد والجمع منتظم مثل
عربيات وخلافه، والجمع المختلف عن كده الجمع الطبيعي والجمع غير الطبيعي بيسموه الجمع المنتظم او غير المنتظم. تدريب الطفل على الجمع غير المنتظم اللي هو ملوش قاعدة يعني. خلاص. تدريب الطفل على المفرد والمثنى، يعني هنا أكدت الدكتورة شيماء إن هنا بنشتغل على المفرد والجمع الأول، ثم إذا أتقنهم الطفل نبدأ نشتغل على المثنى بقى. طيب تعالوا نشوف شكل الموضوع لطيف سهل قوي، مفرد مثنى جمع. إذا الطفل أتقن الفرق ما بين المفرد والجمع هنبدأ ندخله المثنى. دلوقتي أنت معاك قاعدة أو مجموعة أو كتيب مليان أمثلة لتدريب الطفل على المفرد والمثنى والجمع، إما عن طريق إن إحنا بنسأل الطفل أو بنقول له فين المفرد، فين الجمع، فين المثنى، أو نقول له هنا كوبايتين فدول 2 فدول مثنى. طيب هنا كوباية لوحدها فده مفرد، ودول كوبايات كتير فدول جمع. هنقيس على كده أمثلة كتير جدا 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 أهو، يعني حاجات كتير مختلفة بأشكال مختلفة وأمثلة كتير. ده الكتاب الثالث اللي بيشتغل على المفرد والمثنى والجمع. تعالوا نشوف الكتاب الأخير. الكتاب الرابع لو جينا نبص على الاسم بتاعه هنلاقيه اسمه العلاقات. تعالوا نشوف العلاقات دي ايه. وهنا طبعا كالعادة دكتورة شيماء حاطة في كتيب أو في الدليل الإرشادي ازاي بنشتغل التمرين. طبعا الأخصائيين هتلاقيهم عارفين، هتلاقي هنا دي فرشة سنان، وهنا مروحة، وهنا تلفزيون، وهنا معجون. هتلاقي هنا مكتوب فرشة الأسنان مع ايه؟ طيب ليه؟ طيب يعني ايه ببساطة؟ يعني بنقول الطفل دي ايه؟ فرشة أسنان، فرشة. طيب بنستخدم معاها ايه؟ أو بنحط عليها ايه؟ هيتطلب أو هيتقالك معجون أهو. طيب ليه؟ بنستخدم الفرشة مع المعجون ليه برضو؟ عشان ننظف أسناننا أو نغسلها. ده كمثال. نفس الكلام الكتاب مع ايه؟ الكتاب ممكن نستخدم معاه ايه من دول؟ النضارة ولا المكنسة ولا اللمبة؟ ممكن اكيد نستخدم النضارة. طب ليه نستخدم النضارة مع الكتاب؟ اشمعنى النضارة؟ عشان نشوف كويس. خلاص. القلم ممكن نستخدمه مع ايه؟ مع الحصان ولا الفراولة ولا الكراسة؟ فطبعا هنستخدمه مع الكراسة. ليه؟ عشان نكتب بيه. نفس الكلام قيس كده، نفس الكلام أمثلة. هنا مثلا الشراب، احنا بنحاول ننط شوية عشان نشوف الشراب هنستخدمه مع ايه؟ او ايه الحاجة اللي ينفع نخلي الشراب معاها؟ طبعا الجزمة، مش الفرخ اكيد ولا الاسد، الا اذا كنا نلبس الاسد شراب او الفرخة شراب. طيب ليه بنستخدم الشراب مع الجزمة؟ اكيد عشان ما ينفعش نلبس الجزمة بدون شراب، وعشان رجلنا ما تعرقش، وعشان حاجات كتير جدا ممكن الطفل يقولها لك. فبالتالي انت هنا بتدرب الطفل على العلاقات ما بين الاشياء، وفي حاجات مرتبطة ببعضها كتيرة جدا، ودي بتزود اللغة البراجماتية عند الاطفال، وبتزود القدرة المعرفية والادراك القوي عند الطفل، بتزود الفهم يعني قدرة الطفل على استخدام الكلمات والالفاظ او المفردات في مواضعها واماكنها وازمنتها الصحيحة طول الوقت. طبعا المجموعة حلوة جدا، 4 كتب صغيرين لطاف ظراف. طبعا هنسيب لكم هعمل منشن لدكتورة شيماء في الفيديو، لو حد عايز حاجة سواء عايز يشتري المجموعة او عايز اي حاجة يتواصل معاها. وشكرا جدا انكم كملتوا الفيديو للاخر حتى لو طويل، فانا بعتذر، واشوفكم في فيديوهات جديدة. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه في كل حتة. سلام.